طبعا في حاجات كتير جدا في كرة القدم ما تصدقش، او في حاجات لو قلتها لحد مثلا بعد كام سنة هيقول لك لا يا عم مستحيل دي تكون حصلت، او مستحيل المعلومة دي او الحاجة دي تكون فعلا حقيقية او واقعية. بس انا جايلك النهاردة بخمس معلومات كروية مستحيل ان انت تصدق انها حقيقية او حصلت فعلا او حاجة فعلا واقعية، في بلاي ليست جديدة في القناة اسمها معلومات لن تصدق انها حقيقية. بس قبل ما نخش الفيديو، لو لسه مش اشتراك انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. المعلومة رقم خمسة: سجل كاس عالم 1950 اللي كان في البرازيل اكبر او اكتر عمليات انتحار في تاريخ كرة القدم كلها عموما، بعد ما خسرت البرازيل خسارة مفاجئة من الاورجواي 2-1. المعلومة رقم 4: باولو روسي لعيب المنتخب الايطالي وقع ليوفنتوس وهو في السجن، وخرج قبل كاس عالم 1982 وانضم للمنتخب الايطالي وخد كاس العالم، وكان هو الهداف للمنتخب الايطالي ب6 اهداف في كاس العالم ده، وكان هو كمان احسن لاعب في البطولة. المعلومة رقم 3: ان الارجنتين ليونيل ميسي في اول ظهور ليه مع المنتخب الارجنتيني اتطرد بعد 44 ثانيه بس من اول مشاركه ليه دوليه مع المنتخب الارجنتيني. المعلومه رقم 2: ان الهولندي بيركامب كان بيخاف او ما كانش بيسافر مع ارسنال خارج لندن في اي ماتشات ليه مع ارسنال خارج لندن، بسبب ان هو كان عنده فوبيا او ان هو بيخاف يركب طيارات. المعلومه الاولى والاخيره معانا النهارده في اول فيديو في البلاي ليست الجديده دي: ان رونالدو البرازيلي الظاهره كان في كاس عالم 1990 ومونديال 1990 كان بيلعب وهو لابس حفاضات. هو الشباب يكون خلاص الفيديو بتاع النهارده، ما تنساش تعمل اشتراك، انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.